السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. فيديو النهارده عن تنسيق الثانويه العامه اللي اتفتح واللي هيتقفل يوم 12، ومين الكليات الكليات اللي نزلت في التنسيق، ومين اللي ليه الحق ان هو يقدم في التنسيق، وهل التنسيق هيستنى طلبه الدور الثاني ولا لا، ولا لما النتيجه تطلع هيكون ما فاضلش غير معاك. كل ده هتكلم عليه في فيديو النهارده. بس قبل ما نبدا وقبل اي حاجه لازم نحط لايك، عشان انا بتعب على ما بجيب لكم المعلومات دي وبتكلم في الفيديوهات دي. بجد بتعب في التصوير وبتعب في المونتاج وبتعب في البحث عن المعلومات دي. فعلشان انا بتعب هنحط لايك ونشترك في القناه ونعمل شير الفيديو عشان يوصل لكل الطلاب، وتكتبوا لي تحت كومنت برايكم. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. نشوف الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه. يلا بينا. فيديو النهارده بيتكلم عن التنسيق اللي اتفتح. اعلنت وزاره التربيه والتعليم ان التنسيق هيتفتح من يوم 10 اللي هو يوم الثلاث اللي هو النهارده، وهيتقفل يوم 12 اللي هو يوم الخميس. يعني كده طلبه المرحله الثالثه ليهم الحق ان هم يقدموا في التنسيق لمده 3 ايام، يوم 10 ويوم 11 ويوم 12. تمام كده؟ تمام. بعد كده التنسيق هيتقفل. طيب مين اللي ليه الحق انه يقدم في التنسيق؟ 3. مين هم؟ اول ناس المتخلفين عن تنسيق المرحله الاولى والمرحله الثانيه. يعني ايه؟ يعني الناس اللي نسقوا غلط وما عرفوش ينسقوا، او ما نسقوش اصلا ولا في المرحله الاولى ولا في المرحله الثانيه. فدول اللي لهم حق ينسقوا في المرحله الثالثه، ودي اخر فرصه ليهم. بعد كده ما لهمش تنسيق تاني. طيب مين التانيين؟ اللي جالهم استنفاذ رغبات. يعني ايه استنفاذ رغبات؟ يعني عملوا 75 رغبه بتوعهم، بس مفيش ولا رغبه فيهم على قد المجموع بتاعك. يعني سي انا جايبه 60%، حطيت طب وهندسه وعلوم وتجاره وحقوق واداب وكل ده مثلا واخدين من 68 من 69 من 90، وانا جايب 60%. فكده انا جاي لي استنفاذ رغبات، عملت ال 75 رغبه بس كلهم مش فيهم مجموعي، فما عرفتش اخش حاجه. تالت ناس اللي هم اصلا طلبه المرحله الثالثه، اللي هي اصلا المرحله دي ليهم الطلبه اللي جايبين من 50% فيما فوق. دي المرحله بتاعتكم. تمام كده؟ تمام كده. يبقى احنا كده اتكلمنا عن التنسيق هيفتح امتى وهيقفل امتى، اتكلمنا عن مين اللي ليه الحق انه يقدم في المرحله دي، وهنتكلم دلوقتي عن الكليات والمعاهد اللي نزلوا في المرحله الثالثه. عندك كليه خدمه اجتماعيه وكليه تربيه وكليه اقتصاد منزلي وكليه علوم التغذيه، اللي هي كليه اصلا جايه من قسم، كانت قسم من اقسام اقتصاد منزلي وبقت كليه لوحدها. وعندك كليه التربيه النوعيه، عندك كليه التربيه النوعيه اللي انتوا لو عايزيني اتكلم عن اي كليه من الكليات اللي انا لسه قايلاها دلوقتي، سواء خدمه اجتماعيه، تربيه، اقتصاد منزلي، كليه علوم التغذيه وانا اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس، او كليه التربيه النوعيه، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. طيب يا ياسمين، انا بقى دلوقتي في سؤال انا عارفه والله متاكده انه هيتكتب لي في الكومنتات، بس انا السؤال ده هجاوبه اخر الفيديو. ليه بقى؟ عشان تكملوا الفيديو بس. تمام كده؟ تمام كده. طيب يا ياسمين، دلوقتي طلبه الدور الثاني ايه مصيرهم؟ طلبه الدور الثاني لسه نتيجتهم ما طلعتش، فلسه مش هيعرفوا يقدموا في المرحله الثالثه، لان لسه نتيجتهم ما طلعتش. فهيقدموا ازاي؟ لسه شويه. طيب دلوقتي في المرحله الثالثه نزل فيها كليات بس ما نزلش فيها معاهد؟ لا طبعا نزل فيها معاهد، ومعاهد كويسه جدا 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 جدا، زي معهد سياحه وفنادق، ومعهد الألسن، ومعهد فني تجاري، ومعهد فني تمريض، ومعهد فني صناعي. حرفيا نزل معاهد كويسه جدا. المعاهد دي في منها معاهد بتخليك تتخرج منها، سواء معاهد عليا او معاهد فوق متوسطه، لما بتتخرج منها يا اما بتدخلك كليه من كليات القمه، يا اما بتخليك تتخرج وبتبقى بتنافس طلبه كليات القمه. يعني ايه يا ياسمين؟ يعني مثلا انت دلوقتي دخلت معهد عالي خدمه اجتماعيه مثلا، فانت اتخرجت من خدمه اجتماعيه، انت احسن من خريج طالب الكليه بتاعت خدمه اجتماعيه. طب ليه؟ انت متدرب ال4 سنين تدريب ميداني، وانا اتكلمت عن الفرق ما بينهم في فيديو تحت، هسيب لكم في الديسكربشن، الفرق بين المعهد والكليه. فانت لما هتتخرج انت كده افضل من طالب الكليه اللي اتدرب سنتين بس. انت متدرب 4 سنين، رحت زيارات ورحت نوادي ورحت مستشفيات ورحت دار ايتام ورحت دار مسنين ورحت كذا حاجه، بقى عندك اكسبيرينس اكتر منه. تمام؟ تمام. سياحه وفنادق، معهد الألسن لما بتتخرج منه تشتغل مترجم على طول. معهد فني تمريض اللي من خلاله تقدر تخش كليه تمريض، ومعهد فني تجاري، ومعهد فني صناعي اللي انا متكلمه عنهم برضو في فيديو تفصيلي. حرفيا معهد فني صناعي ومعهد فني تجاري، المعهدين دول من احسن المعهدين اللي نزلوا في المرحله الثالثه. واحد بيدخلك كليه هندسه وانت قاعد حاطط رجل على رجل، احسن من ما كنت دخلتها من ثانويه عامه، والتاني بيدخلك كليه تجاره وما بتنزلش سنه، تدخل على سنه تانية على طول. فاللي هو حرفيا نزل حاجات كويسه جدا 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 في المرحله دي.
طيب السؤال بقى اللي انا عارفه ان هو هيتسال لي دلوقتي، طلبه الدور الثاني هم مش هيعرفوا يسجلوا في المرحله دي والمرحله هتقفل. طيب يا ياسمين هيعملوا ايه؟ بص، المرحله دي هتقفل يوم الخميس يوم 12/9. حلو. هتفتح تاني بعد نتيجه الدور الثاني. مكانكم موجود ومكانكم محجوز وما تقلقوش، ايا كان ايه اللي هيحصل انتوا ليكوا مكان، ما تقلقوش. طيب هل طلبه المرحله الثالثه ليهم برضو تقليل اغتراب زي طلبه المرحله الاولى والمرحله الثانيه؟ اكيد طبعا ليك. فرضا انا جات لي كليه في الصعيد، عشان انا مرحله ثالثه مش هعرف اعمل تقليل اغتراب، لا هتعرف وليك تقليل اغتراب هيتفتح بعد نتيجه المرحله الثالثه او بعد ما المرحله الثالثه تخلص. تمام. بتمنى اكون فدتكم في الفيديو ده واتكلمت معاكم في اغلب الاسئله او اغلب الحاجات اللي بتدور في دماغكم، ودايما انا معاكم، واي حاجه عايزين تسالوا عليها اكتبوا لي في الكومنتات تحت، برد على كل الكومنتات وبشوف كل الكومنتات. ولو انا ما ردتش بسبب ضغط الكومنتات او ان في بتجيلي مسجات كتير على اليوتيوب، تقدروا تبعتوا لي على الانستجرام، ده الانستجرام بتاعي، تقدروا تبعتوا لي عليه، برد على كل الناس وكل الرسائل، ومفيش حرفيا حد بيبعت لي الا لما برد عليه. وبس كده، ده الفيديو بتاعنا النهارده. عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك الجميل، الاشتراك في القناه عشان توصلكم جديد، ما تعملوش الفيديو ده، وبس كده توحشوني جدا جدا. اشوفك الفيديو الجاي.